في البحر الكاريبي في عيلة سعيدة بتقضي أجازة خرافية مع بعض على يخت. الأم جوليا بتنط في المية علشان تعوم شوية، وهي بتحاول تسترخي بتحس بحاجة غريبة، بس مش شايفة حاجة حواليها، فبتقول يمكن بتتخيل. بعد ثواني الإحساس الغريب بيرجع تاني. انتوا مع محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش الاشتراك واللايك المتين. لسه مش شايفة حاجة، بس القلق بيزيد، فبتبدأ تعوم راجعة ناحية اليخت، وفجأة حاجة بتشد رجلها لتحت، فبتصرخ بهلع وتطلب النجدة. بنتها كاسي مش سامعة حاجة علشان لابسة السماعات، وجوزها توم وابنها بن مشغولين بالصيد. جوليا بتحاول تفضل طافية وبتصرخ بصعوبة بسبب المية اللي بتدخل بقها. بعد شوية توم بياخد باله إنه مش شايف جوليا بقاله فترة، فبيبدأ يدور عليها لحد ما يشوفها في خطر. بياخد أولاده ويقرب اليخت منها وينط في المية. بسرعة بيوصل لجوليا وبيحضنها علشان يفضلوا طافيين. بيرجع بيها لليخت والأولاد بيساعدوه يطلعوها. العيلة بتحاول تهدي جوليا اللي مش فاهمة حصل إيه، وبتقول يمكن كانت طيارات مية. في نفس الليلة بيحتفلوا بعيد ميلاد بن بالهدايا والتورتة. كاسي بتكلم حبيبها بالفيديو، فبتخرج بره علشان تتكلم في خصوصية. بيوريها إن في سحب ضخمة مليانة برق فوق المدينة قبل ما الفيديو يقطع. كاسي بتجري تحكي لعيلتها، لكن توم بيقول ده بسبب إنهم بعيد عن الشاطئ ومفيش شبكة. فجأة بيسمعوا صوت وبيطلعوا يشوفوا مجموعة حيتان معدية. توم بيشرح إن الحيتان بتمشي ورا المجال المغناطيسي للأرض، لكن لما العواصف بتسبب اضطراب الحيتان بتتلخبط وتتبع العاصفة ناحية الساحل. فجأة اليخت بيتهز وبن بيقع، وتوم بيقلق إنه ممكن يكون حصل ضرر في اليخت، فبينزل يغوص علشان يشوف. بعد ثواني بيطلع وجسمه متعور في كتفه. جوليا بتخيط الجرح وهو بيحكي له إنه حس حاجة وراه، ولما لف اتعور من المروحة. اللي كان قريب منه حجمه ضخم جدا، لكنه ما قدرش يشوفه. وتوم بيكتشف كمان إن في ضرر كبير في اليخت، فبيحاولوا يتصلوا بالمساعدة. جوليا بتحاول بالراديو، وكاسي بتحاول تلاقي شبكة على الموبايل، لكن مفيش فايدة. فجأة بتتخض من مخلوق غريب، بس بيطلع بن بيهزر معاها بلبس قناع. في الآخر اليخت بيبطل يشتغل ويتعطل في نص البحر. جوليا بترقد صوت على الراديو، لكنه مش مفهوم. توم بيقول عندهم أكل ومية تكفي 4 أيام، فلازم يستنوا أي مركب صيد يعدي. فجأة الرادار بيلقط حاجة قريبة، والعيلة بتسمع صوت غريب. بيجروا يطلعوا بره وبيتصدموا لما بيشوفوا الشهب كتير نازلة على الأرض وبتنفجر بقوة. واحد منهم بيقع في المية قريب منهم، فتوم بيحاول يشغل اليخت بالعافية، لكن شهاب تاني بيقع في المنطقة. العيلة بتمسك في بعض بخوف، وتوم بياخد باله إن الكرات النارية دي مش شهب، دي أقمار صناعية. بن بيشاور على دخان طالع من اليخت، وتوم بيتأكد إن الموتور اتحرق. الرياح بتزيد، فالعيلة بتستخبى جوه من غير ما ياخدوا بالهم إن البوصلة بتجنن. اليخت بيتهز وبن بيقع ويتعور. وسط العاصفة توم بيجاهد علشان يجيب سترات النجاة من بره ويوصلها للعيلة. فجأة الكهرباء بتقطع، فتوم بيجري يضغط زر في لوحة الطاقة والأنوار بترجع، لكن بن بياخد باله إن مناخير جوليا بتنزل دم. جوليا بتحس بدوخة، وكاسي بتجري على الحوض علشان ترجع. توم بيحاول بالراديو تاني، لكن مفيش فايدة. فجأة بيسمعوا صوت عالي جدا والريح بتزيد. جوليا بتحاول تقفل الأبواب، لكن فتحة في السقف بتتفتح والريح بتكسر الإزاز. توم بيولع شعلة قبل ما الدنيا تغرق في ظلام. تاني يوم الصبح العيلة بتفوق مصدومة إنهم لسه عايشين، بس اليخت متدمر. بيطلعوا يشوفوا إن كل البحار في العالم اختفت، واليخت دلوقتي عالق على اليابسة. العيلة بتقف مذهولة قدام الصحراء وبتفكر هتعمل إيه. كاسي بتحاول تلاقي شبكة، وبن بيلعب بسرطانتين ميتين. توم بيبص على البوصلة ولاحظ إن الأقطاب اتعكست، وآخر مرة ده حصل كان من أكتر من 750 ألف سنة. كاسي بتنهار لما بتفهم إن حبيبها غالباً مات، وبتجري تتخبي وبتطرد أمها لما بتحاول تهديها. جوليا وتوم بيشوفوا إيه المؤن اللي فضلت بعد التحطم، وبان بيربط بالونات عيد ميلاده في صخرة علشان يمكن حد يشوفهم. توم بيجرب الراديو تاني وبيكلم راجل اسمه ناو، كابتن غواصة. غواصته كمان علجت على اليابسة. بيأكد إن الأقطاب اتعكست، وده السبب إن البحر انسحب وغرق القارات. ناو ملقاش ناجين تانيين، وبيقول إن معظم أنظمة الاتصالات وقعة. بيشرح إن في حركات بسيطة بتحصل،
وده معناه إن الأقطاب هترجع مكانها والبحار هترجع في خلال أسبوع، وبيقول لهم يطلعوا مكان عالي علشان الأمور هتبقى عنيفة لما ده يحصل. ناو شريكه مات والغواصة فيها مكان ل3، فجوليا وتوم بيقنعوه ياخد أولادهم وبيمدهم بالمؤسفات. توم بيحسب إنها هتاخدهم 2 أو 3 مشي، بيقول لعيلته يناموا كويس علشان هيمشوا بدري. تاني يوم وهم بيجهزوا، توم بيشوف راجل غريب ماشي بعكاز ومعاه كلب بيهوهو. توم بيقرب منه ويديله مية، لكن الراجل بيتكلم لغة مش مفهومة. بعد ما يشرب بيضرب توم بالإزازة وبيكسرها له في وشه، وبعدها بيطعنه بالرمح في بطنه وبيقطع رقبته كمان. جوليا بتجري تصرخ، لكن خلاص الوقت فات. الراجل بيجري وراها وبيرمي الرمح عليها فبيجرح كتفها. جوليا بتجري على اليخت وبتخبي أولادها وبتقفل عليهم. الأولاد بيتخبوا جوه الكنبة، وجوليا بتديهم مسدس الإشارة وبتاخد سكينة وتستخبى في الحمام. الراجل بيكسر الباب ويدخل، بياخد أكل ويدور في اليخت وبيروح ناحية الحمام. جوليا بتقدر تهرب من فتحة في الحيطة. الراجل مش بيشوفها، لكن لما بتحاول تمشي الكلب بيشوفها ويهجم عليها. جوليا بتضطر تقتله بالسكينة. الراجل بيسمع صوت الكلب وبيلاقي جثته فبيفقد أعصابه. جوليا بتتسلل وترجع لليخت من الشباك المكسور، لكن الراجل بيمسكها وبيضربها. بيحاول يسحبها لكنها بتقاوم وبتوقعه، وبعدها بيدوس على إيدها لحد ما السكينة تقع. بيمسك شعرها ويخبط راسها في الأرض وبيخنقها. الأولاد بيشوفوا المنظر ومش قادرين يستحملوا، فكاسي بتطلع وتضرب الراجل بمسدس الإشارة. النار بتبدأ تنتشر في اليخت، والأولاد بيجروا بره، وجوليا بترجع تركله في وشه وتاخد الخريطة والشنط. الأولاد بيحضنوا جثة أبوهم وجوليا بتنضم ليهم وبيبكوا سوا. فجأة الراجل بيخرج من اليخت فالعيلة بتجري، واللحظة اللي بعدها اليخت بينفجر. بعد شوية بيقفوا عند شلال صغير يرتاحوا. كاسي بتسأل لو الراجل ده جه بسبب البالونات، فبن بيحس بالذنب، لكن جوليا بتهديه وبتقول مش ذنبه، وبتقول لهم لازم يكملوا لأن الراجل لسه وراهم. عند بركة مية صغيرة بن بيشوف جثة قرش مطرقة، وفجأة جوليا بتشوف الراجل بيقرب منهم فبيجروا تاني. بينزلوا من على تلة وبيلاقوا نفايات سامة، فبيعدوا حوالين المكان بحذر، وبعدها بيتهيأ لهم إنهم خلاص هربوا منه. وهم ماشيين بيشوفوا حيوانات بحرية ميتة وبلاستيك كتير من قاع البحر. بن بيبدأ يدوخ، جوليا بتوقفهم ترتاح شوية وتكتشف إن المية خلصت، وكاسي كانت السبب لأنها ما قفلتش الزجاجة كويس. جوليا بتزعق لها، وكاسي بتقول مفيش فايدة لأنهم مش هيعيشوا كده. بيتخانقوا جامد وبعدين بيكملوا. بعد شوية بيلاقوا طيارة متحطمة وبيقرروا يباتوا فيها. بيشاركوا أكل بسيط، وجوليا بتلاقي صورة عيلة في جاكيت توم. كاسي بتسألها عن قصة حبهم، فبتحكي لها إنه كان مريض عندها في المستشفى ووقع في حبها وجاب لها ورد وقصيدة. بالليل كاسي بتخرج علشان ترتاح، لكن الراجل بيهاجمها من وراها، وجوليا بتنقذها وبتطعنه مرات كتير لحد ما تموت. كاسي بتهديها وبتحضنها. الصبح بيلاقوا جسم الراجل مليان لدغات، وبعد ما يمشوا بيطلع من بقه سرطان كتير. بعد ساعات جوليا وكاسي بيبصوا على الخريطة، لكن بن بيجري على بركة مية يشرب. جوليا بتسحبه بسرعة وتقوله المية دي ممكن تموته. بيكملوا طريقهم تحت شمس حارقة. بن بيبدأ يدوخ، فبيلاقوا كراسي قديمة وبيستخدموها كملجأ. جوليا بتدي بن حقنة وبيقولوا يباتوا هناك. الصبح جوليا بتصحى على صوت غريب وبتكتشف جيش سرطانات جاي ناحيتهم. بتصحي أولادها وبيجروا بسرعة. بيلاقوا سفينة شحن ضخمة وبيركضوا ناحيتها. بيشوفوا 3 من الطاقم لسه عايشين. الست منهم عايزة تساعدهم، لكن الرجالة بيرفضوا وبيقفلوا الحاوية على نفسهم. السرطانات بتقرب، فجوليا بتخلي أولادها يطلعوا فوق الحاوية. وهي بتطلع السرطانات بتعض رجلها، والأولاد بيسحبوها قبل ما تتسحب لتحت. السرطانات تدخل من فتحة في الحاوية، والطاقم بيبدأ يضرب نار، لكن عددهم كبير جداً. بعد شوية السرطانات بتقضي على العمال. جوليا بتربط رجلها وبتفقد الوعي. لما بتفوق بتلاقي نفسها لوحدها في عاصفة رملية. بتنزل تدور على أولادها وبتمسك سلاح الست الميتة. كاسي بتسمع صوت أمها وبتجري عليها وبتقول لها إنهم كانوا بيدوروا على مساعدة. بيرجعوا يلاقوا بين اللي لقى حاوية مفتوحة يرتاحوا فيها لحد ما العاصفة تخلص.
جوليا بتعقم جروحها بولاعة توم وبتتألم جدا. بعد العاصفة بيلاقوا زازايز مية كتير في حاوية تانية ومعاهم مسدس وراديو. جوليا بتكلم ناو وبتقوله إنه فقد الخريطة، وهو بيقول لهم إنهم اتهاجموا من مخلوقات بحرية اسمها أرثروبودز طلعت من الأعماق وجنت من قلة الأكسجين. بيقول لهم يسرعوا علشان البحر راجع أسرع من المتوقع ومعاهم ساعات قليلة. بيولع إشارة نور والعيلة بتتحرك ناحية الاتجاه ده. بعد مسافة طويلة بيلاقوا مرحاض مكسر وبان بيستخدمه، وبعدها بيشوفوا الغواصة قدامهم، لكن لازم يعدوا من جبال صخرية ضخمة. وهما بيعدوا الصخور بتبدأ تقع وبيحصل انهيار. جوليا بتدفع أولادها بعيد وبتتفادى الموت بالعافية. في حائط صخري بقى بينهم، جوليا بتقول لهم يكملوا لوحدهم لكن كاسي بترفض. بعد نقاش طويل جوليا بتوعدهم إنها هتلحقهم. كاسي بتسحب أخوها وبيكملوا لحد ما يوصلوا للغواصة وبيلاقوا ناو بينزف. بيقول لهم ياخدوا الغواصة لأنه خلاص وقته انتهى. كاسي بتجري تدور على أمها. في الوقت ده جوليا بتشوف السرطانات جاية وبتبدأ تضرب نار عليهم. بتقتل شوية لكن عددهم ضخم جدا. كاسي بتظهر فوق الحيطة وبتمد إيديها وجوليا بتبدأ تتسلق برجليها المصابة. بمساعدة كاسي بتوصل الناحية التانية وبيجروا ناحية الغواصة. بين واقف فوق وبيضرب نار علشان يشغل السرطانات. جوليا بتاخد المسدس وبتغطي أولادها لحد ما يدخلوا، وبعدها بترمي السلاح وبتدخل. بيقفلوا الغطا كويس وبيبصوا من الشبابيك يشوفوا السرطانات محاصرهم. وفجأة البحر بيرجع، فبيجروا على الكراسي بيربطوا الأحزمة وبيمسكوا في بعض. الأمواج العنيفة بتخبط في الغواصة وبتقلبها. جوليا بتشوف صور من حياتها وكاسي بترجع. الصوت العالي بيرجع وبيخليهم يغمى عليهم. بعد فترة بيفوقوا وبيفرحوا إنهم لسه عايشين. بيطلعوا يشوفوا إن الغواصة اتحطت وسط مدينة مدمرة، وده معناه إن لسه في أمل يعيشوا ويبنوا من جديد. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وما تنسوش بقى لايك، شير واشتراك فيلم من الآخر علشان يوصلكوا كل جديد.